ماتش كورة للناشئين بين المغرب والجزائر خلص 3-0، بس الحكاية طلعت أكبر بكتير. طيب إزاي ماتش كورة يتحول لخناقة وطنية؟ هنبص على فيديو انتشر عشان نفهم القصة. كل حاجة بدأت من هنا، فوز حاسم للمغرب 3-0 على الجزائر في ماتش للناشئين. الفيديو الأصلي اللي بنحلله وصف الفوز ده بإنه تاريخي، مش مجرد فوز عادي. التعليق في الفيديو ركز على احتفال معين واعتبره قاسي لأنه تقليد لهدف قديم مشهور. بس الموضوع ما كانش كورة وبس، لا ده بسرعة تحول لحرب كلامية بين البلدين. المعلق هنا بيتريق على الجزائر، بيقارن فوز المغرب في الملعب بفوز السنغال في المكاتب، واستشهدوا بكلام مدرب السنغال نفسه: الألقاب بتتحسم في الملعب، وده كان تلميح واضح. ومن هنا الموضوع خرج من الكرة خالص ودخل في اتهامات بالسرقة. اتهامات بسرقة التراث ومشاريع اقتصادية راحت للمغرب بدل الجزائر، وحتى صفقات طيارات بدون طيار. وبعدين النقد اتحول للداخل، الخسارة دي بقت دليل على فشل القيادة في الجزائر. المعلق كان بيوجه كلامه مباشرة للقيادة وبيقول لهم بهدلتونا، زلتونا. وعرضوا مقطع لمواطن جزائري بيسأل: فين الزيت واللبن والمية والكهرباء والسكر؟ الفيديو بيقارن ده بهيبة المغرب وبيقول إنها مملكة مستقرة بتجذب الاحترام الدولي. في الآخر الفيديو بيخلص بتحدي مباشر وصريح جدا. التحدي هو: وروني فريقكم بيرفع كاس أفريقيا، غير كده كل ده مجرد وهم.